السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، امور هانيه، كل شيء هو هداك ان شاء الله. اليوم غادي نتحدثوا كيف ما كتشوفوا في الصوره ديال لا فيديو على الشخصيه المعروفه عزيز أخنوش. عزيز أخنوش المزداد سنة 1961 بتفراوت، وهو رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. كما أن السيد عزيز أخنوش الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا للحكومة المغربية. والسيد أخنوش حاصل على دبلوم في مجال تدبير المقاولات من جامعة شيربروك بكندا، وهو مؤسس للعديد من المقاولات العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة. وتولى السيد أخنوش منصب رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعا ما بين 2003 و 2007، كما كان عضوا بمجموعة تفكير لدى جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني إلى غاية سنة 1999. وهو عضو أيضا بمجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وكذا عضو مسير بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. وشغل السيد أخنوش منصب وزير الفلاحة والصيد البحري بين 2007 و 2021، وتمكن خلال هذه الفترة من تفعيل مخطط المغرب الأخضر، أي الاستراتيجية الطموحة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008، وحظيت بإشادة دولية، كما يتم الاستشهاد بها كمثال ونموذج حقيقي في مجال التنمية الفلاحية. كما حظي السيد أخنوش بشرف تقديم الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي الجيل الأخضر 2020 إلى غاية 2030، والتي جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية بخصوص القطاع الفلاحي والاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع المياه والغابات، أي غابات المغرب، أمام أنظار جلالة الملك في فبراير 2020. وعمل السيد أخنوش على تنفيذ مخطط أليوتيس 2009-2020، وهو استراتيجية هدف تحديث القطاع وتحسين تنافسيته، ويعتبر أول استراتيجية مندمجة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمغرب. مكنت من خلق قطاع مستدام وتنافسي ارتكز على تثمين الثروة البحرية، وجعل من القطاع محركا حقيقيا لنمو الاقتصاد المغربي. وتم انتخاب السيد أخنوش رئيسا للتجمع الوطني للأحرار في 29 أكتوبر 2016، وحصل على خلق المنظمات الموازية للحزب والروابط المهنية. كما تميز الحزب خلال هذه الفترة بنهج سياسة القرب عبر مبادرات وبرامج سياسية للتشاور وطرح عديد من المساهمات في قضايا ذات اهتمام سياسية والاجتماعية. كنشكركم سيداتي وسادتي اللي كيتفرجوا فيا، ان شاء الله تكون عجباتكم الحلقه، وكنتمنى انكم تدعموني في اليوتيوب. وان شاء الله الا بغيتوني نهضر لكم على شي شخصيه معروفه او ايا كان، ما عليكم الا تخليوها لي ان شاء الله في لي كومونتير، وانا غادي نبحث عليها ونعرف المعلومات عليها ان شاء الله، وغادي نتحدث عليها ان شاء الله بفيديو. وكنتمنى تكون بداية ديال هذا المحتوى موفقة ان شاء الله، وتدعموني فيها. واي حاجة عجباتكم نهضر عليها قولوها لي ان شاء الله في لي كومونتير، غادي نهضر عليها ان شاء الله. كنتمنى تكونوا على خير وبخير، وان شاء الله هاد العشر الاواخر
اللي بقات من رمضان تدخل لكم بالصحة والسلامة وبقاع داكشي اللي كتمناو ان شاء الله.